السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة نعمة. وبسم الله وعلى بركة الله. اليوم غنشارك معكم كيفاش كنصاوب الليمون، كنخليه باش ندير به الكيكات. تا هو كنعتبروه اقتصاد. هكا كنصاوبو بواحد الطريقه ساهله كيبقى عندي على طول السنه، خصوصا دابا كاين المندرين راه موجود وبثمن مناسب، وحنا مقبلين على شهر رمضان. اكيد كنبغيو نديرو العصير، اكيد كنبغيو نصاوبو حلويات، اكيد كنبغيو نصاوبو. حاولوا تقطعوه، ما تقطعوهش بواحد الطريقه كبيره، حاولوا تقطعوه الا كان فيه العظم، خصوصا دابا هاد المندري ما كيكونش فيه العظم. ها نتوما انا كنحاول نشارك معكم وتكون هكا طريقه دايره صغيره، هكا ما يكونش كبير، الحجم ما يكونش كبير، والليمون يكون ما فيهش العظم. حاولوا تجيبوا المندري ما يكونش فيه العظم، قطعوه بطريقه اللي تكون متساويه، ما تكونش شي طريقه اللي راها كبيره. وكيبقى عندي على طول السنه. كونوا اكيد كندير الليمون بهذه الطريقه بالقشور ديالو، كنصاوبو ندير له السكر. انا حتى النافي حتى هو شفتوا. ها نتوما الطريقه تكون شفافه، هذه هي اللي كتكون بحال هكا. كنحيدوها الليمون، كنبداو هكا نحيدوها هكا. شتي هاد الطريقه هذه كيبقى عندك الليمون على طول السنه، ممكن ديري به الكيكات، ديري العصير كنتي زربانه. خصوصا حنا دابا مثلا هكا كيكون الشتا ونكونوا بغينا شي حاجه، ما غاديش يمكن لنا نخرجوا، كنا كلشي قريب لنا في دارنا. وكنقول الاشياء اللي كنخليوها في المجمد حتى هي راه كتساعدنا في الاقتصاد والتدبير. كنوري البنات المبتدئات يبقى عندك واحد الكميه ما يمكنلاش ما تخسرش، تبقى عندك واحد وقت طويل. كنقطعو بحال هكا، كنحيدو. ها نتوما نوريكم بواحد الطريقه، وكندير بحال هكا السكر هكا. شتي هاد السكر هذا بحال اللي كيعسلو، فهمتو، كيدير واحد الكراميل، كيبقى قابط نفسه، ما يفسد ما حتى شي حاجه طول السنه. تبغي تديري الكيكه، ديري طبقه بطبقه بحال هكا. هاد الطريقه هذه يمكن لك ديري بها الحامض، يمكن لك ديري بها اي فاكهه. هكا ديري له هاك، وغادي نبدا نحطو في البلاستيكات. انا دابا نقطع هاد الكميه كامله اللي راه عندي، حتى النافل بهاد الطريقه هذه. حاولوا تختاروا المنظر اللي يكون ما فيهش ما يكونش فيه العظم. انا كنقول لكم ها انتم الطريقه المنظريه تكون شويه بطريقه، يعني تقطع تكون رقيقه ماشي تكون كبيره. ما تقطعوش بالطول، قطعوها هكا. ها انتم الطريقه كنوريكم وكنعاود نشرح. وما تنساونيش من جيماتهم اللايكات، الله يجازيكم بالخير. ها انتم كيكون شفاف، وكنحطوا اي فاكهه بغيتي ديروها. انا كندير لكم المندرين لان المندرين كدير الكيكات، بغيت تصاوبي اي حاجه، ممكن حتى القراشل اي حاجه. انا نبقى نشارك معكم دابا اليوميات ديالي، لان عدد من الناس كيبقاو يسولوني. نعمه هذه خسرات نحيدوها، قطعوه بشي موس اللي يكون بحال هكا حرش، يكون كيقطع ديال الخبز، هو اللي كيقطع بواحد السهوله. الاخرين كيكونوا شويه. انا كنشارك معكم اليوميات ديالي شنو كنصاوب، هاكا الحاجات اللي تفيدني في الاقتصاد والتدبير ديال المنزل، وكيفاش حنا كنجيبوا الاشياء. مثلا بغينا نديرو حتى العصير غنديروه. ها نتوما شتي الطريقه ساهله، كيتقطع وكيبقى عندي على طول. راه شاركت معكم داك النهار الكيكه كيصاوبتو بها، كيجي تبارك الله ما شاء الله. كتجيو البسبوسه، خصوصا دابا مقبل على شهر رمضان غنحتاجوه في عده وصفات. اللي بغى يجهزوه هذا الوقت، راه قد ما احتفظتي به قد ما كيولي واحد النكهه ديالو كتولي ما شاء الله. اللي كيبغي يحط عليه الفاني يخليه يدير مع الفاني، حتى اللي كيبغي شي نكهه يديرها. انا كنخليه على طبيعته. انا كنقطع معكم بهذه الطريقه هذه. حتى الحامض اي شفتي الطريقه. وهاد الكميه غتعطيني واحد، عرفتي كتبقى عندي سنه شي هاد الكميه. دابا انا الا درتها، لان مثلا ما غنحتاجش كميه كبيره. مثلا بغيت ندير 2 كيكات ولا كيكه وحده، راه كنحتاج نكو. حنا كنسمو بحال دابا انا بغيت ندير الكيك، اكيد كنهز بحال هكا كنهز بحال هادو كندير بهم الكيك. صافي دابا غيديروا لي كيكه وحده، كيجي واحد النكهه رائعه. ما تنساوش تبقاو تشجعوا القناه ديالي، لان انا كنعطيكم وصفات وكنحيد من الوقت ديالي. وكنعطيكم، لانني كنبغي البنات ينجحوا في الحياه ديالهم ويتعاونوا. اكيد حنا كنعاونوا بعضياتنا بالنصائح وبالوصفات المشتركه. وكنتمنىكم انكم تجربوا هذه الوصفه هذه وتعجبكم ان شاء الله، لان صراحه راه سهله. واي فاكهه يمكن لك تجيبي اي فاكهه، حتى التفاح. دابا حنا خصوصا دابا حنا يعني كاين دابا الفاكهه متوفره، يبقى عندك. لان المنظري ما كيبقاش، ماشي بحال النافل. الليمون يمكن يبقى، لكن بهذه الطريقه تحتفظوا بالمنظري واحد الوقت طويل ان شاء الله في المجمد. اي شيء بغيتي ديريه غديريه به، حتى النافل. ولكن النافل
النافيل حيت كتكون عنده، ها نتوما النافيل غنوريكم كيفاش، علاش حنا كنفضلوا المندرين على النافيل. ها نتوما علاش انا مثلا غنخلي كندير النافيل وما كندير المندرين ما نديرش النافيل. شوفوا النافيل كتكون فيه هاد الجلفه هذه اللي كتكون بيضاء. نشرح لكم هاد الجلفه البيضاء كتكون مره ملي كتبغي ديري كيكه ولا غديري شي حاجه به واخا تعسليه، هو ماشي بحال، ها نتوما كاين الفرق. ها شفتوا، ها نتوما شوفوا المندرين قديش عنده القشره ديالو والجلفه ديالو، كتكون واحد النكهه ديال المندرين زوينه، وحتى هذه ما كتكونش المروره. النافيل لا، النافيل ها نتوما النافيل الا درتيه عسلتيه عنده هاد سميتو كتبقى مره في الكيكات، وجربوها وانتم غتشوفوا. انا هادشي اللي كنقول لكم راه كونوا اكيدين على التجربه وكنصحكم. والنافيل كيكون عنده هذه هنا داخل بيضه، وكيكون عنده هنا هذه البيوضه هذه كتكون مره. الا درتو بها الكيكات ودرتو بها العصير اكيد كيجي كمر وما كتعرفوش السبب شنو هو. راه هو هذا البنات المبتدئات انا كنشرح لهم، كنعطيكم هذا الفيديو هذا شرح مفصل باش يعاونكم، لان حنا مقبلين على شهر رمضان كنحتاجوا وصفات فيها الليمون. تستعملوا المندرين ملي كاين كميه متوفره، وهو اكيد هو دابا في هذا الوقت راه رخيص. هذا مثلا اللي بغيت نصاوبو انا مثلا غير العصير، لان ملي غنبغي ندير العصير غنحيد غير هذه الدخلانيه، فهمتوا؟ وربما نحيد القشره هذه، هي راه هذه القشره هذه اللي كنحيدوها بواحد الطريقه. ملي كيكون مجمد كتكون ساهله كنحيدو غير بحال هكا، فهمتوا؟ ملي كيكون مجمد بهذه الطريقه هذه كنحيدو هذه، لان كنديروا بها العصير وكندير بها الوصفات هذه. لا ودي كامله كطرمه. عرفتي باش كندير المندرين احسن؟ المندرين كيعطينا واحد الكميه كبيره وكيبقى عندي على طول السنه. هذا يمكن نحتفظ به طول السنه، كيبقى عندي في المجمد ما كيطرى حتى شي حاجه. قد ما درتي له السكر ملي كيتعسل، ملي كتبغي غديري الكيكه انت راكي عارفه بان فيه السكر، صافي ما غاديش نزيد السكر بواحد الكميه كبيره. كنهز المندرين وندير العصير ديالي ونديرو. جربوها وغادي تقولوا نعمه راها الوصفه كيفاش كانت. جربوا بهذه الطريقه هذه كيبقى عندي واحد المده طويله. انا بعدا كنحتفظ به على طول السنه وكيجيني بواحد الكميه تبارك الله ما شاء الله. حاولوا غير تكونوا بحال هكا كتحركوه، ما تحاولوش تمعسوه، بحال هكا نحركوه غير بواحد الطريقه اللي سهله، غير بحال هكا شويه هكا باش يبقى هذيك يبقى محتفظ على داك المنظر ديالو، فهمتي؟ نحركوه هكا في السكريات، لان هذا هو اللي كيعطيه واحد. ها نتوما شوف دابا بدا كيدير كيتعسل، فهمتوا؟ اللي كيعجبو شي نكهه يديرها. ممكن ديروا الفاني اللي كيبغي القرفه يديرها، انا ما كنستعملهاش. شتي سميتو دغيا كيكون رطاب، حيت الا بقيت تحركو بزاف غادي كله كيتفرتت، لان كنختاروه ونقطعوه بواحد الطريقه تكون شويه شفافه رقيقه. كنتمنىكم تجربوا الوصفه ديالي، وشكرا لكم بزاف لانكم كتشجعوني وكتشجعوا القناه ديالي بالتعاليق الجميله ديالكم. وانا غنبقى ان شاء الله ننزل لكم وصفات، وهادشي راه حتى هو اقتصاد، حتى هو تدبير البيت. الا كما كتصاوبي واحد الكميه تلقايها في البيت ديالك، بغيتي تصاوبي الكيكه كتلقايها، اكيد راه غتساعدك في حياتك. شكرا لكم بزاف وشكرا للجميع، نتمنى لكم التوفيق.